يسعد أوقاتكم عيلتي الحلوة على اليوتيوب وين ما كنتوا. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية من رب العالمين. اليوم رح نعمل مع بعض معكرونة بخليط اللبن الني. وصفة كتير سهلة وطيبة كتير. إذا حابين تعرفوا كيف بعمل هالوصفة على طريقتي بليز تفضلوا معي لمطبخي ونوروني بحضوركم الحلو. أول خطوة رح أعملها لوصفتنا لليوم، بطنجرة حطيت مي وحطيتها على النار لحتى غلت. بعد هيك بدي أضيف لإلها ملح. أنا لسلق المعكرونة ما بحط زيت ولا أي شي، بس ملح. وبعدين بضيف لإلها المعكرونة. لهاي الوصفة بحب استعمل المعكرونة اللي بتيجي قطع صغيرة لحتى بكل سهولة نقدر ناخدها بالمعلقة مع اللبن. كمية المعكرونة حسب أفراد العيلة. حطيت أنا الكيس اللي 500 جرام، وبترك المعكرونة لحتى تنسلق، وبليز عينكم عليها لحتى ما يعني تنسلق على الآخر ويتغير شكل الحبات عنا تفرط ويصير صحننا مش مرتب. والمعكرونة على النار بحضر اللبن. عندي كيلو لبن حطيت عليه ملح حسب الحاجة طبعا، ولأن أنا حاطة كمان ملح على الثوم. عندي توم وكمية محرزة ما شاء الله. دقيت مع القليل من الملح وكمان مع النعنع، بس يندق النعنع معه بتصير ريحته فواحة أكتر ونكهته باللبن أطيب بكتير. وكمان نعنع مفروم، اللي ما بحب النعنع فيه يستبدله بالبقدونس أو الكزبرة. الأكل أذواق وكله طيب، الله يديمها نعمة يا رب. وبحركن منيح. وهيك خليط اللبن صار جاهز وما في داعي لإضافة أي مي. وهاي المعكرونة ما شاء الله بعد ما استوت، بسم الله الرحمن الرحيم بصفيها وبغسل المعكرونة بمي باردة لحتى ما تلزق على بعض وما تستوي زيادة عن اللزوم من السخونة اللي فيها. كل مرة بصفي المعكرونة بعمل هالخطوة مرتين، وبعد هيك بترك المعكرونة تتصفى على الآخر على الآخر. بمقلة على النار حطيت معلقة سمنة وحطيت كمان القليل من الزيت النباتي، وبعد هيك نزلت عليهم اللحمة المفرومة. وبمقلة تانية حطيت بس زيت نباتي وحطيت شرايح اللوز وعم بقلي فيهم. وصفة كتير سهلة ورح تحبوها كتير، خاصة إذا في ولاد صغار بالبيت. اللحمة استوت، كل اللي بدي أعمله بدي أحط عليها ملح حسب الحاجة وفلفل أسود أو فلفل أبيض. رح أحركن وأطفي. هاي المعكرونة بعد ما تخلصنا من كل المي، كل اللي بدنا نعمله رح نحط كمان ملح حسب الحاجة والقليل من الفلفل الأسود وكمان القليل من الفلفل الأبيض. بنحركها وبضيف عليهن زيت زيتون حتى تفضل كل حبة بحبتها ما يلزقوا على بعض. وهلأ بدي أرتب صحني. ما بنرتب الصحن إلا قبل التقديم لحتى يكون الصحن عنا فريش. بناتي موظفات، كل وحدة بتيجي بوقت بالعادة. هلأ بفرجيكم أنا شو بعمل، وكل وحدة بتحط صحنها وبتختار من الكمية اللي بدها إياها. بما إنه آلاء وصلت من وظيفتها، كل اللي عملته مثل ما شايفين حطت المعكرونة فوقه خليط اللبن واللحمة والمكسرات. هاي الطريقة اللي قصدتها اللي أخبركم عنها بعد شوي. رح أرتب هالصحن الصغير مثل ما قلت عشان للتصوير. هلأ بضيف اللبن. باقي اللبن بحطه بجات على السفرة إذا حد بحب يعمل إضافة، لأن في ناس بتحب اللبن عليها كتير وناس ما بتحب يكون كتير. وهلأ بحط اللحمة. وهلأ رح أحط المكسرات.
بحط على الوجه من السمنة والزيت اللي قلينا فيها اللحمة. وما شاء الله شوفوا هالمشهد الحلو، ووصفة كتير كتير طيبة مثل ما ذكرت. وقبل ما أضيف الزيت رشيت القليل من البابريكا لتعطي هيك شكل حلو لصحني، بس للأسف ما كانتش الكاميرا شغالة. حبيت أعطيكم فكرة أنا بعملها عندي بالبيت. أنا ما بعمل الصحن الكبير إلا إذا كنا كلنا مجموعين على السفرة، بس إذا مثل اليوم مثلا كل وحدة بتيجي من وظيفتها، وهذا الفيديو أنا مصورته قبل رمضان، فعشان هيك بحط كل مكون بتبروير. حطيت المعكرونة بهالصحن، طبعا له غطا، وهاي التبرويرات كلها إلى أغطية، وبس توصل أي بنت من دوامها بتحط المعكرونة وطبقة اللبن واللحمة والصنوبر، بتاخد قدر حاجتها. الشغلة الوحيدة اللي ممكن تتقدم سخنة هي اللحمة، فكل اللي بيعملوه باخدوا القليل منه بسخنوه بالمايكروويف، فيش مايكروويف، شوي بالقلاية الصغيرة، وبحطوه على وجه الصحن. حبيت أعطيكم هالفكرة إذا حابين تطبقوها عندكم بالبيت. بتمنى تجربوا وصفتي وتعطوني رأيكم بالتعليقات. وهيك وصفتنا لليوم صارت جاهزة، بتمنى تنال إعجابكم ورضاكم. بليز انتبهوا لحالكم منيح، كونوا بخير. محبتي كتير كتير كبيرة لإلكم، وألف ألف صحة وعافية على قلوبكم وقلوب حبايبكم جميعا يا رب.